السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة. احنا النهارده يومنا هيبقى يوم جميل، يعني هنروق على الأسرة بمعنى أصح. قلنا ايه نكافئهم كده، ايه كل يوم نعمل لهم حاجات مش مكلفة. لا النهارده بقى ايه تبقى الميزانية ايه في حدود يعني 50 جنيه. احنا بقول لكم ليه الأسعار وبقول لكم ليه الحاجة، علشان اللي تيجي تفكر تعمل الأكلة دي تعرف ان الأكلة بتاعتها هتتكلف قد ايه. اللبن نبدأ بسم الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللبن كيلو لبن، كيلو رز، كيلو اللبن في ناس بتبيعه ب 20 ب 22 25. الاسعار دلوقتي مش مستقره، كل ناس عامله سعر، فاحنا مش هنقف، هنمشي الدنيا عشان ربنا يمشيها لنا. الرز بتاعنا اهوت غاسلينه، كنا نقعينه على فكره، لازم تنقعيه بدل انت هتعملي رز معمر قبليها بساعتين. ليه بقى؟ بيزيد وما بيشربش لبن. نيجي بقى واللبن بتاعنا لو انت هتحطيه على البوتاجاز من فوق قبل ما تحطيه في الفرن لازم اللبن يكون ساقع عشان الرز ما يعجنش. لو انت هتحطيه لبن مغلي، عندك لبن مغلي وتضيفيه على طول، ما تحطوش على البوتاجاز، تحطي على طول ايه على الفرن. نبدا بقى بسم الله يا جماعه. انا بحب اشتغل بايديا، اللي يشوفني بشتغل بايديا ما يقولش ايه بتشتغل بايديا ليه. انا بحب اعمل كل حاجه بايديا، وعلى طول النظافه دي مطلوبه، نظافه شخصيه، نظافه في اكل، نظافه في اي حاجه. طب نعمل ايه تاني بقى؟ بسم الله. اللبن ده انا حاطه فيه حته زبده خلاص، وقبل ما نحط اللبن مش هننسى ايه نحط دي التبكه، نقطه زيت. احنا حاطين نقطه الزيت دي ليه يا ماما هيام؟ حاطين نقطه الزيت دي علشان تفلفل الرز، يبقى الرز ما يبقاش معجن. ايه ده وانت بتعملي رز بشعريه؟ لا يا حبيبتي، الرز عامه مش بشعريه، بس احنا ايه حطينا له اهو كيلو اللبن مقداره. طب مقدار ايه؟ كيلو رز عليه كيلو لبن بس. بسم الله. ايه التكه الثانيه؟ ملح وسكر. ملح وسكر ده ميكس، تحطي له ملح والسكر. السكر ده ان شاء الله ايه هيبقى مخلي الحاجه مسكره، وفي نفس الوقت اللي هي ايه بتساعد ان الوش بتاعه يبقى ايه محمر من فوق. بسم الله. في بتبقى كده ايه حاجه كده ممكن تلاقيها غصب عنك بتاعت شعير في الرز، حاجه بتبقى انت مش شايفاها عادي مفيش مشكله، طلعيها. ايه المشكله يعني؟ عايزين بقى ايه حته قشطه، نقف ونوقف نفسنا؟ لا ما نقفش. انا بقول لكم انت دبري امورك. تقومي جايبه ايه؟ ما عندناش زبده، تقومي حاطه حته بتاع ده، ما عندناش قشطه، تحطي حته زبده. حته الزبده دي التعويض بتاع القشطه هي. واحنا دلوقتي مولعين الفرن وهنحطها في الفرن، وان شاء الله هتشوفوا احلى صينيه رز معمر. تكلفتها كام؟ تكلفتها والله ما مكمله 50 جنيه، بس انا اديت الرينج دوت 50 جنيه عشان ما حدش يقول ايه ده عماله تجيب لنا حاجات وتقول اسعار مش موجوده. لا والله يا جماعه، في حاجات لو انت عايزه تفتكريها وتشوفيها هتعرفي تدبري امورك. ادي حطيناها في الفرن اهو تحت الشوايه. تحت الشوايه بنحطها تحت الشوايه ليه الاول؟ بنحط تحت الشوايه ليه؟ تحت الشوايه على اساس اللي ايه تاخد الوش الاول، هتاخد الوش وبعد ما تتحمر وشها هنقيد عليها من تحت. اول ما نقيد عليها من تحت خلاص هنقوم ايه نسيبها حوالي 10 دقايق من تحت كده، مش هتكمل حاجه، او ربع ساعه بالكتير، يبقى كده الرز بتاعنا اتعمل. هنيجي نعمل ايه بقى مع الرز بتاعنا؟ هنقوم علشان برضو يبقى حاجه، هنقوم عاملين بيض مسلوق وطبق بطاطس محمره. دي الوجبه بتاعتنا النهارده، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. مع السلامه. ازيكم يا حبايبي؟ رجعت لكم تاني اوريكم بقى المنيو بتاعنا ايه اللي احنا عملناه النهارده، الحاجه الجميله دي. طبعا الرز المعمر احنا حطيناه في الفرن اهو، لسه هنطلعه لكم. ودي بطاطس محمره جنبه، وده بيض، وده زيتون مخلل انا اللي عاملاه على فكره. لسه فاتحه البطرمان حالا، ده بطرمانات رمضان بتاعت التخليل. احنا بقى ايه ان شاء الله في كل موسم كل حاجه هنعلمها لكم، وبامر الله هعلم لكم اللي انتوا في ماسكات تحطوها في وشكم للتبييض البشره، في كريمات، في حاجات مزيله للعرق، كلها طبيعيه. لازم ست البيت دي تكون شاطره. وما تنسوش تدعمونا وتدعموا القناه بلايك والاشتراك، واللي ما دس على زر الجرس اول مره يدوس لو سمحت.
وربنا يوفق كل حاجه، حد بيعمل كل حاجه حلوه يا رب. ثانيه واحده نطلع. بسم الله. ادي الرز المهمر بتاعنا، الصينيه بترقص لوحدها. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اكله تشرف. يعني لو جالك اي حد وكده مش شرط لحمه ولا فراخ، خلاص صرفي نفسك، خليكي اسره منتجه، اعملي باقل التكلفه. الحاجه دي يا جماعه تكلفتها 50 جنيه. انا بقول التكلفه ليه؟ عشان ما حدش يصعب الدنيا على نفسه، الدنيا صعبه. ولادك عايزين ياكلوا اي حاجه، اعملي كيلو رز وكيلو لبن بتاع دوت، مش مكمل كيلو بطاطس، حبتين بطاطس وخمس بيضات. الخمس بيضات دول برضو ايه، انا ما حسبتهمش صراحه في الحسبه لانهم كانوا عندي في البيت. فيعني اللي عايز يعمل بيض يعمل، اللي مش عايز برضو براحته. يعني دي حاجه اضافيه، وده برضو ايه، حاجات من قلب البيت. شوفي بقى انت ما بتعملي حاجات في بيتك، انت بتقولي طب احنا ما عندناش امكانيات نعمل كل اللي انت عماله تعمليه لنا ده، إيه عماله تخزني وتعملي. يا جماعه استغنى عن كيلو لحمه وجيب واعملي حبه ليمون مخلل، اعملي حبه زيتون مخلل، اعملي حبه مربى. المهم صرفي نفسك. وما تنسوش دعمكم للقناه دي، قناه يوميات ماما هيام. وما تنسوش اللايك والشير، وعايزه التعليقات، اهم حاجه عندي تعليقاتكم، احس ان في تواصل بيني وبينكم. وتفضلوا كونوا معانا. مع السلامه.